يا رب، يا رب حرب بالكويت يا الله، أو بالإمارات، هيك قلب الموازين يا رب، واصلح بلدنا سوريا يا رب. بلكي بتشتت وبنتشروا بأنحاء العالم يا الله. الخليج كله، كل دولة بيصير لهم مخيم، كل دولة بتلاقيهم إلهم خيم ومخيمات. يا حي يا قيوم، لا تديم نعمة عليهم يا رب. يا حي يا قيوم، نحن السوريين برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. يا رب اقلب الموازين وسوي حرب بالخليج يا الله. يا حي يا قيوم، الله يلعنكن أنجاس، أرض طاهرة وشعب نجس. تخسي وتعقب انت واشكالك، تخسون وتعقبون كلكم. ودام انك بلشت بالكويت والامارات ودول الخليج، راح ابلش انا كذلك بالكويت شنو سويت لكم، والامارات ودول الخليج. لكن قبل ما اتكلم، ادري ان هذه فئه، وادري ان عندنا اخوان سوريين عايشين بيننا او حتى مو عايشين بيننا ضد هذا الكلام. لكن انا كلامي موجه لهالقدر ومن على شاكلته. اي واحد يأيد هذا الكلب كلامي موجه لك، تأيده سواء بالظاهر او بالباطن. وراح ابلش بالكويت. شقول وش اخلي؟ تدري يا معفن ان الكويت ثاني اكبر مستثمر داخل سوريا بمبلغ يتجاوز $6 مليارات. تدري يا معفن ان الامارات اللي دعيت انها تصير فيها حرب هي المستثمر الاول داخل سوريا بمبالغ تتجاوز $10 مليار. تدري يا معفن ان داخل الامارات الحين اكثر من 1100 شركة سورية شغالة. نجي للمملكة، المملكة العربية السعودية. تدري يا معفن ان في 2016 المملكة العربية السعودية تعدت حاجز 74 مليون تبرعات لكم؟ ولا ما تذكر؟ كلنا نذكر الله يرحمه الملك عبد الله، الله يرحمك ان شاء الله. ايش كثر تعب هالرجال وهو يحاول يحقن الدماء، وهو يقول وقفوا القتل، وقفوا آلة الدماء. تعب بسبتك انت واشكالك، لكن يبين بعينك. تدري يا معفن ان في اكثر من 9 اجتماعات خليجية على مستوى القادة والوزراء بس علشان يجمعون تبرعات ويحاولون يوقفون الذبح والقتل اللي صار عندكم. يعني حاكم دولة خليجية خلى من وقته وخلى من جهده ويحاول يجتمع 9 مرات بس علشانكم، ولا يبين بعينك انت واشكالك. تدري يا معفن ان وزراء خارجية دول الخليج تعبوا وهم رايحين رادين لداخل سوريا؟ الشيخ عبد الله بن زايد، الشيخ خالد بن احمد بن البحرين، مع ان الوضع خطر. طبعا هذا الكلام على مستوى حكومي، اما عاد على مستوى الشعب والتبرعات واللجان الخيرية والجمعيات الخيرية حدث ولا حرج. عد وخربط، شقول وش اخلي. هذا غير عيالنا اللي غررتوا فيهم، وبعض الشيوخ خلوهم يروحون يجاهدون ويتوفون وحرقتوا قلوب امهاتهم على كلام فاضي. تذكير ولا ذكرك؟ طبعا غير المدارس والمستشفيات والمخيمات، ولا عفسه ولا يبين بعينك انت واشكالك. طبعا في ناس يبين بعينهم، بس قاعد اكلمك انت واشكالك. لكن الدور على اللي عنده خير من عيال ديرتك وما قطله فلس حمر عليهم. الدور على اللي ضيع ديرته بايده وهو قاعد يطالع، واحنا نحاول وهو يطالع، واحنا نحاول وهو يزيد النار حطب. الدور طال عمرك، لا والله لا يطول عمرك. الدور على النية الصافية، على النية الصافية اللي تفتح لك ابواب الرزق وتخلي ربك راضي والدنيا كلها تتسهل مثل ما احنا متسهله عندنا. يا الله لك الحمد والشكر، نعمه يا الله زيدها ولا تزولها ان شاء الله. قولوا امين.